السلام عليكم. اليوم غادي نوريكم كيفاش صلحت واحد العطل في لاليمونطاسيون ديال الكاميرا. لقيت الفيوز محروق واني السبب ماشي شورت. غادي ناخذ القياسات ديال الديودات والترانزستورات والمقاومات باش نفهموا بالضبط اشنو السبب. خليكم معايا فضلا وليس امرا. شكرا. هذه اخواني هي الباور ديال الكاميرا، كتكون على هذا الشكل هذا. نفتحوها ونشوفوا اشنو صاري لها، نشوفوا شنو واقع بالضبط. قبل ما نفتحوها نقيسوها على 220، ندخلوا لها الضوء ونشوفوا اشنو غادي دير. تندخل الكابل في ان ال هي اللي تدخل معها 220 فولت الترناتيف. هذا الكابل هذا كتدخل معه 220 فولت متناوب. تناخذوا الميتريكس او الفولت متر، تنقيسوا بعد الضوء واش كاين ولا لا. نشوفوا تعطينا 233. مزيان. وندخل البريز ونتاكد واش غادي تخدم ولا لا. مجرد ما ندخل البريز في الضوء خاصها تشعل اوتوماتيكمون. نضرب الساروت ندير اون يعني واحد، ما شعلاتش. كاين شي مشكل خاصو يتعالج. ناخدو بعدا نفتحو هاد الباور ديال الكاميرا هذه، نفتحوها ونشوفو اشنو المشكل بالضبط. نفتحوها وناخدو المقاسات ديال الفيوزية الاولى الفيزيبل، ومن بعد نمشيو ناخدو المقاسات ديال الديود، ومن بعد نشوفو المقاسات ديال الترانزستورات. نفكو البراغي، نحيدو هاد لي فيس كاملين. إخواني مرحبا بالتعاليق جميعها كيفما كانت. وخا راني غادي نتلقى بعض التعاليق غادي يقولك اودي هاد العطل سهل بسيط جدا للغاية، ولكن راه ماشي انا اللي اخترته. انا راه كنفتح الحاجة كنبدا خدام فيها تندير عليها فيديو، والعطل اللي لقيته راه تنشاركو معكم كيفما كان نوعه سهل ام صعب. اول حاجه غادي نمشي ناخذ العبار ديالها ولا القياس ديالها، وهي الفيوز الفيزيبله. اول حاجه تختار في الذهن ديالك هي الفيزيبل، ضروري ما تعبرها هي الاولى. الا كانت محروقه غادي تشوف شنو في كاين المشكل، واش كاين شي شورت ولا قطعت بسبب ارتفاع الجهد. كاين عده عوامل. نشوفوا بعدا ناخذوا القياس ونشوف. هي الاولى نشوفوها بعدا، نشوف واش مزيانه ولا خايبه. هنا تتعطيني قاطعه خايبه، اذا الفيزيبل محروق. من بعد تنمشي للديود، خاصني نعبر الديود باش نشوف واش دايره ليا شورت ولا لا. الديود مهمه حيت هي متصله مع الفيوز ديريكت. تناخذ المقاسات هنا تتعطيني والو، ونقلب خاصها تعطيني مزيانه. هنا ما تعطيني حتى شي حاجه، وإلا قلبت تعطيني مزيانه. هنا غتعطي ديود مزيانه. هنا صراحه ما خصها تعطيني والو،
ويني راكبة في الطابلو ما تحكمش عليها، خاصك إلا بغيتيها تعطيك زيرو من كل جهة ولا تعطيك هاد او ال، خاصك تحيدها من الطابلو. تعبر ترانزستورات حتى هما كذلك، تعبر لا باز ايميتور كوليكتور مع بعضهم بجوج بيهم. نعبرو هذه الأولى ونشوفو أشنو كاين. مزيان مزيان مزيانة مزيانة. ناخد العبار ديال الأخرى تا هي مزيانة مزيانة مزيان. وإني أثارتني بعض الشكوك، بقيت شاك، خاصني نصلها ولا نحيدها باش ناخد العبار الحقيقي ديالها. ندير ليها الكاوية نحيدها من بلاصتها، نزع من المكان ديالها وناخد المقاس ديالها الحقيقي. حيت في الطابلو تقدر ما تعطينيش، لذا غادي نصلها باش ناخد العبار ديالها المزيان. هاد الترانزستور هذا 13009. تناخد هنا البيز، هنا ما تتحركش مزيان، نقلب خصها تعطيني القراءة على جوج مرات، هنا وهنا مزيانة. هنا ما خصهاش تحرك نهائيا، ونقلب تاني كذلك مزيان. هذه الحالة ديالها سليمة مزيانة خدامة بشكل جيد. كنت شكيت فيها واني دابا راه صافي مزيانة بعد حيتها عطاتني العبار ديالها بشكل جيد مزيان. الأخرى حتى هي كذلك، حتى هي قيستها عطاتني نفس العبار ديال هذه، يعني مزيانين بجوج بهم. إذن استنتاج ولا الخلاصة ديال هاد العطل هذا هو ارتفاع الجهد، هو اللي خلى الفيزيبل تحرق أو الفيوز تنصهر. هادشي اللي كاين، ما كاينش شي عطل اللي هو كبير بزاف اللي غادي يخليك تبقى تبحث بزاف. ارتفاع الجهد هو اللي كان تسبب في حرق الفيزيبل. تنزعوها من بلاصتها وتنبدلوها بوحدة أخرى أحسن منها، نبدلوها بوحدة أخرى مزيانة. وللملاحظة إخواني، خاصك تحط الفيوز بحالة في الأمبير. إلا كانت مثلا 3 أمبير أو 4، داكشي اللي مكتوب عليه تحطو. إلا درتي قل منها في الأمبير راه غادي ما طولش لك، من الأحسن تكون بحالة ولا فايتاها شوية. بعد ما تنحط الفيزيبل في بلاصتو تنسوديه مزيان. يمكن ليا دابا نقوم بالتجربة ديالها ونشوفو اشنو دارت معانا، واش خدمات ولا لا، واش داك العطل مازال ولا مشى بحالو. لنجرب بسم الله نشوف. نعم اشتغلت معنا بشكل جيد. نعم كانت الفيزيبل هي اللي ماشية. هذه نصيحة مني خذها أخي في الأليمونطاسيون،
أول حاجة تتشوف الفيزيبلا، من بعد تبع الديود، ومن بعد تبع الترانزستورات، والمقاومات كيجيو هما اللخرين. وإلا لقيتي شي ترانزستور داير شورت ضروري المقاومات اللي حداه دوزهم كاملين في العبار. إلا كان ترانزستور داير شورت ضروري المقاومات تاخد المقاسات ديالهم كل واحدة على حدة. وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا ديروا لي لايك واشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وبارطاجيو الفيديو للأصدقاء والناس اللي كتعرفوا، ونشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.